خليني أسألك سؤال صريح يا بطل، بتحس إنك تعبان من غير سبب؟ الطاقة اللي كانت عندك اختفت، مزاجك في الأرض، وبتتمرن بس جسمك مش بيستجيب. الناس بتقولك نام أكتر أو كل صحي، بس ما حدش بيقولك الحقيقة إن في 4 غلطات أنت بتعملها كل يوم وهي اللي بتحرق التستوستيرون بتاعك من جذوره. هقولك كل واحد فيهم وهديك الحل في كبسولة بدون كلام فاضي. وخلي بالك الغلطة الرابعة هي الأهم والأخطر والأكثر انتشارا، و80% من الشباب بيعملوه كل يوم فاكرين انه عادي. فخليك معايا عشان تعرف ايه هي الغلطة دي وتحلها ازاي. بس الاول سخن كده واخبط لايك وكومنت سبسكرايب عشان نتشجع وننزل باستمرار. اهلا بيك يا دبابة فورمة دهب، القناة اللي فيها جسمك 24 قيراط. الغلطة الاولى واخطرهم النوم المقطع. كتير منكم هيقول لنا بنام 8 ساعات وفاكر ان الموضوع بس عدد الساعات. لا، التستوستيرون مش بيتنتج في اي وقت في الليل، 90% منه بيتنتج في مرحلة النوم العميق، واللي بتحصل تقريبا بين الساعة 10 بالليل والساعة 2 الفجر. لما بتنام الساعة 3 أو 4 الفجر، حتى لو نمت 8 ساعات، جسمك ما خدش الموجة أو الدورة اللي بيحتاجها فعلا. ليه؟ لأن الهرمونات بتشتغل بالساعة البيولوجية مش بعدد الساعات. وفوق ده الضوء الأزرق من الموبايل بيخدع مخك وبيوقف الميلاتونين، ومن غيره النوم العميق مش بيجي والتستوستيرون مش بيتنتج. طيب إيه الحل؟ رقم 1، حدد وقت نوم ثابت حتى لو مش أحسن حاجة. النوم قبل 11 ونص 4 مرات في الأسبوع أحسن بكتير من النوم العشوائي. الجسم بيحب الروتين، ولما بتثبت الميعاد انتاج الهرمون بيتحسن خلال اسبوعين. رقم 2، نظام ال 30 دقيقة. اقفل الشاشات 30 دقيقة قبل النوم، بدلها اقرا، افرد جسمك او اسمع حاجة هادية. ولو مش قادر فعل على الاقل فلتر الضوء الاصفر في الموبايل عشان يقلل شوية من حدة النور الازرق بتاعه. رقم 3، الأوضة بتاعتك بتفرق. خليها ضلمة كحل وباردة شوية بين 18 ل 20 درجة. الجسم بيحتاج برودة عشان يدخل النوم العميق. استخدم ستارة مؤتمة أو أي مروحة، بتفرق فرق ملحوظ. رقم 4، المغنيسيوم، مكمل رخيص وفعال. الدراسات بتقول إن المغنيسيوم بيحسن جودة النوم العميق وبيرفع التستوستيرون مباشرة. جرب على الأقل 300 مللي قبل النوم لمدة شهر وهتدعيلي صدقني، ودي كمية مناسبة وكافية ليك في البداية. الغلطة التانية، القعدة لفترات طويلة. لو بتقضي أكتر من 6 ساعات في اليوم قاعد، التستوستيرون بتاعك بيتحرق ببطء. ليه؟ القعدة لفترات طويلة بيرفع الكورتيزول أو هرمون التوتر، والكورتيزول هو العدو المباشر للتستوستيرون. ما ينفعش الاتنين يرتفعوا مع بعض. لما الكورتيزول بيطلع التستوستيرون بينزل زي الميزان. طيب إيه الحل؟ رقم 1، نظام ال50 دقيقة. كل 50 دقيقة جلوس قوم وامشي من 5 ل 10 دقايق. ده لوحده بيقلل الكورتيزول وبيحسن الدورة الدموية في الغدد اللي بتنتج التستوستيرون. حط ألارم على موبايلك دلوقتي، مستني ايه؟ رقم 2، التمرين المتقطع. ده الأقوى في رفع التستوستيرون. 20 دقيقة تمرين متقطع بترفع التستوستيرون أكتر من ساعة كارديو. طب ازاي؟ 30 ثانية بأعلى طاقتك، 30 ثانية راحة، كررها 10 مرات. تقدر تعملها بالجري بالعجلة أو حتى القفز في البيت. رقم 3، الأوزان التقيلة هي سلاحك السري. السكوات، الديد ليفت، البنش بريس، دي اكتر تمارين بتحفز انتاج التستوستيرون لانها بتشغل مجاميع عضليه كبيره في نفس الوقت. مرتين في الاسبوع باوزان تقيله كفايه. رقم 4، قلل التوتر المزمن. الكورتيزول مش بيجي بس من القعده، بيجي من التوتر النفسي. 5 دقائق تنفس عميق او مشي في الهواء بينزل الكورتيزول بشكل ملحوظ. وده مش كلام، ده كلام مبني على دراسات وابحاث علميه. بس قبل ما نكمل اللي قلته لحد دلوقتي، مع انه مهم لكن يعتبر سهل في الحل، الغلطة الثالثة هو اللي بيعمله 80% من الشباب يوميا وهم فاكرين انه صحي او على الاقل مش مضر، وهي اللي بتبوظ التستوستيرون من جوه بطريقه مش بتحس بيها غير بعد سنين. وهي الاكل اللي انت فاكر انه صحي. كتير بيقول انا باكل صحي وبتجنب الدهون، وهنا بالظبط هي المشكله. الجسم بيصنع التستوستيرون من الكوليسترول والدهون الصحيه. لما بتقطع الدهون خوف من الوزن، انت بتسحب الماده الخام اللي جسمك محتاجها عشان يصنع الهرمون ده. والاخطر من كده، الاكل المصنع والسكريات بترفع الانسولين، والانسولين العالي بيحول دايما التستوستيرون لاستروجين. يعني مش بس خسرته، لا ده انت زودت هرمون ما ينفعش يكون في جسمك كفورمة اكبر من الطبيعي. طيب ايه الحل؟ رقم 1، اكل بيبني التستوستيرون. ضيفه يوميا في وجباتك. البيض كامل بالصفار. الصفار مليان كوليسترول صحي، وده من احسن اكلات الهرمون. من 3 ل 4 بيضات يوميا هيكون كفايه. وكمان اللحمه الحمراء مصدر ممتاز للزنك والدهون الصحيه، والزنك ضروري جدا لانتاج التستوستيرون. مرتين في الاسبوع هيكون برضو كفايه. وممكن برضو الافوكادو وزيت الزيتون، دهون احاديه غير مشبعه. وابتعد
دعم الهرمون مباشرة. والمكسرات النية زي الجوز واللوز غنيين بالزنك والدهون الصحية، شوية صغيرين يوميا هيكونوا برضو كفاية. واخيرا التوم بينزل الكورتيزول ويرفع التستوستيرون بشكل مباشر، وده مش كلامي، ده مثبت في دراسات علمية. اما بقى رقم 2، مكملات بتفرق فعلا. الزنك لو مش بتاكل لحمة بانتظام، النقص فيه بيسبب انخفاض حاد في التستوستيرون. فيتامين دي اكتر من 40% من الناس ناقص عندهم، الدراسات بتربط ده بشكل مباشر بمستوى التستوستيرون. لو عايز تتجنب ده لازم انك تتعرض للشمس لمدة 15 دقيقة يوميا، او تاخده كمكمل من 2000 ل 4000 وحدة. الاشواجندا عشبة طبيعية بتنزل الكورتيزول وبترفع التستوستيرون، وفي دراسة بتقول ان هي خلال 8 اسابيع بترفعه بنسبة 17%. رقم 3، لازم تقلل من الحاجات دي فورا. السكريات، المشروبات الغازية، الزيوت المهدرجة زي زيت الذرة، زيت الصويا، الاكل المصنع، والوجبات السريعة اليومية. رقم 4، استراتيجية 20 ل 80. مش لازم تكون مثالي، خلي 80% من اكلك طبيعي وغير مصنع، وال20 الباقية كل زي ما تحب. دي الطريقة اللي اغلب الناس بتثبت عليها لانه مش متعب ليهم. وهنا هندخل على رابع واخر غلطه، وده اللي محدش واخد باله منه، وهي البلاستيك والسموم الخفيه. كتير منكم بيشرب ميه في علب بلاستيك اتعرضت للشمس، او بيسخن اكله في علب بلاستيك في الميكرويف. البلاستيك فيه مواد كيميائيه اسمها البي بي اي والثالثs، ودي بيسموها محاكيات الاستروجين، يعني جسمك بيحسبها استروجين هرمون انثوي، فبتلخبط توازن الهرمونات عندك وبتنزل التستوستيرون. طب ايه الحلول؟ 1، غير ازازه الميه، بدل علب البلاستيك بازازه ازاز او ستانلس ستيل، وبالذات لو بتسيب الميه في العربيه تحت الحراره، لان الحراره بتخلي المواد الكيميائيه تتسرب للميه وتدخل جسمك. 2، ابعد البلاستيك عن الميكرويف، ده اكبر غلطه ممكن تعملها. انقل اكلك لطبق سيراميك او ازاز قبل التسخين، الحركه البسيطه دي بتحميك من كميه سموم هرمونيه كبيره. 3، انتبه لمنتجات العنايه، اغلب الشامبوهات والصابون الرخاص مليان بالبارابين، حاول تشتري منتجات يكون مكتوب عليها بارابين فري، او استخدم حاجات طبيعيه قد ما تقدر. 4، اغسل الخضار والفاكهه كويس، المبيدات اللي بيرشوها على الزرع بتعتبر من اقوى محطمات التستوستيرون. اغسل اكلك بالميه والخل عشان تشيل بقايا المواد دي. لو في حد من صحابك بيشتكي من قله الطاقه او ان جسمه مش بيستجيب، شارك معاه الفيديو ده، الكلام ده ممكن يغير له حياته. الخلاصه يا فورما بكل وضوح، نومك المقطع بيسرق التستوستيرون وانت نايم حرفيا، قعدتك الطويله بترفع الكورتيزول وبتحرق الهرمون ببطء، الاكل اللي فاكره صحي ممكن يكون هو السبب الرئيسي في كل حاجه، والبلاستيك اللي حواليك في كل مكان بيلعب في هرموناتك من غير ما تحس. كده يا بطل الحلول موجودة ومش معقدة. ابدأ بحاجة واحدة الأسبوع ده على الأقل، حدد وقت للنوم مثلا، أو ضيف من بيضتين ل4 بيضات في الفطار، أو قوم كل ساعة من على الكرسي 5 دقايق. المهم تلتزم على قد ما تقدر إنك ما تغلطش في أي حاجة من ال4 غلطات اللي أنا قلت لك عليهم دول. وما تنسوش تكتبوا في الكومنتس من ال4 غلطات اللي قلتهم أنهي واحد كنت بتعمله وما كنتش واخد بالك. عايز أشوف ردك يا فورما. ولو الفيديو ده عجبك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، عشان ده هيشجعنا ننزل ونطور من نفسنا باستمرار، وعشان الفيديو الجاي يكون أقوى. أشوفك في حلقة جديدة من فورما دهب.